ترميمية ناهزة 12 مليون يورو استعاد معبد جوبيتر وموقع بعلبك الأثري القهما التاريخي والحضاري بتمويل من الحكومة الإيطالية وبدعم من مجلس التنمية والإعمار، اللذين احتفلا عند قلعة بعلبك باختتام مشروع إعادة تأهيل هذين المعلمين التراثيين برعاية وزير الثقافة محمد المرتضى والسفيرة الإيطالية نيكوليتا بومباردييري وحشد من المعنيين وفعاليات المنطقة والمهتمين. وزير الثقافة رأى أن بعلبك هي موعد دائم لترميم الزمان. شوفي بعلبك نحن اللبنانيين ما بنكون عم نبالغ، وانا كوزير ثقافه توخيا للدقه مصر على انه اقول التالي: هي مش درة التاج على مستوى لبنان، هي لا نظير لها على الكوكب، ومساعد انه هالهيريتج هيدا اللي هو موجود بلبنان هو من ثمرات وبركات يعني سياسه ايطاليه ضاربه جذورها بالتاريخ من ايام الامبراطوريه الرومانيه. هي سياسه انفتاح، مش سلب مقدرات، مش نهب هوية، مش هدم مستقبل شعوب. الرومان اجوا وجدوا هون، بس اجوا يبنوا، اجوا يرفعوا ويشيدوا أعمدة حضارة. هذا الموروث المشترك بيننا وبين الإيطاليين مثل ما قلت قبل شوي بشكل حبل السرة اللي بيفرض استمرار تعاون بنفس النفس، نفس تلاقي حول الحضارة، نفس سعي إلى الاستفادة من هذه الحضارة عبر حفظها واستثمارها بالطريقة المثلى. وأنا أكدت قبل شوي أنه أتطلع وعنده كل النية كوزير ثقافة أنه هذا التعاون مع الدولة الإيطالية يستمر وينمى ويتطور، هيك لترجع القلعة تنمى وتضج بكل الحياة المطلوبة اللي فيها مردود على الشعب اللبناني وعلى الحضارة الإنسانية بشكل عام. سبيل لكل اللبنانيين يستحضروا أهمية موروثهم الأثري والتراثي. مثل ما قلنا قبل شوي، بمكان لا نظير له في الكوكب كله، بتبرم الكرة الأرضية كلها، مثل بعلبك القلعة مش موجود. طيب كيف إذا ضفت النفوس الأبية للبعلبكية؟ كيف إذا ضفت إنه مع شوية وعي أنت بتكون أمام أهم بوتنشل ممكن يستثمر بالسياحة الثقافية بيكون له أكبر المردود اقتصاديا على بعلبك المدينة، على الناس اللي عايشين ببعلبك، على محيط بعلبك، وما ببالغ إذا بكون عم بقول على لبنان كله. السفيرة الإيطالية لفتت لأن ترميم الآثار الرومانية في بعلبك استوجبت بذل جهد غير عادي. جرت أعمال إعادة التأهيل لاستحضار وصون المعالم التاريخية في العالم في مكان مميز للغاية يعود للعصر الفينيقي اليوناني والروماني، ويعد من أكبر المعابد الأثرية الرومانية في العالم. بالظروف العصيبة اللي عم بيعيشها لبنان مدت له يد من الدولة الإيطالية الكريمة، من الشعب الإيطالي الصديق، من سعادة الصديقة الأستاذة نيكوليتا بومباردييري، أسهمت بتحقيق هذا الترميم اللي هو إنجاز بكل ما الكلام معنا. أنا باسم وزارة الثقافة وباسم الحكومة اللبنانية أتقدم بجزيل الشكر من الدولة الإيطالية، من الشعب الإيطالي، وعلى وجه التخصيص من سعادة السفيرة، وأهلا وسهلا فيكم.